كنوز. كنوز بإمضاء ضحى البكاري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كنوز على موجات إذاعة الكاف. موعدكم لليوم في كنوز باش نهزكم في رحلة من جديد لولاية باجة. ولاية باجة اللي شفنا فيها برشا معالم وآثار مزيانة تعود إلى فترات متعددة في التاريخ، وتعرفنا على خصوصياتها المعمارية، وحاولنا شوية نمشوا في الأسرار والخفايا اللي ربما برشا منا ما يعرفوهاش. اليوم نرجعوا لباجة وللمعالم الإسلامية في باجة باش نتعرفوا على جامع الباي، وعليش جامع الباي يعتبر من الكنوز المزيانة برشا في ولاية باجة. هذا كل باش تعرفوا عليه في هذه الاستضافة مع الأستاذ لمجد الدريدي، أستاذ تاريخ وآثار إسلامية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. مرحبا بك أستاذ لمجد مرة أخرى على موجات إذاعة الكاف. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكاف. كما في كل مرة في برنامج كنوز معناها تكون الإضافة حول كنز من كنوز معناها الشمال والغرب. مرحبا. إذا سي لمجد احنا قررنا اليوم انه كنزنا باش يكون جامع الباي. علاش هذا الجامع يعتبر من الكنوز اللي لابد من إفرادها بحصة للحديث عليها وعلى كل تفاصيلها؟ جامع الباي معناها هو فعلا معناها كنز من كنوز معناها مدينة باجة والشمال الغربي بصفة عامة. وقد حرصت معناها منذ معناها الحلقات التي معناها خصصت في بعض معالم مدينة باجة حول القصبة ثم الجامع الكبير ثم جامع الباي، لأنه المعالم الثلاثة اللي كمان هم في علاقة ترابط وتواصل وتفاعل معناها مع بعض. جامع الباي معناها هو من الجوامع المهمة التي أحدثت وأنشئت في مدينة باجة، وكانت لها معناها وقعها وكان عنده معناها تأثير كبير معناها في النسيج الحضري لمدينة باجة وللتطورات السياسية والفكرية اللي شهدتها مدينة باجة، اللي باش تكون هي معناها مركز معناها ثقافي كبير في منطقة الشمال الغربي الكل، انطلاقا من الفترة الوسيطة اللي بدأت مع الجامع العتيق الجامع الكبير، وباش تواصل حتى الفترة الحديثة مع الجامع الكبير، لكن في نفس الوقت مع جامع الباي اللي هو معناها باش يكون مركز متاع المذهب الحنفي في مقابل المذهب المالكي اللي هو في الجامع العتيق الجامع الكبير. وهذا علاش معناها الجامع هذايا معناها ياخذ الأهمية متاع التاريخية والحضارية والثقافية بالنسبة لمدينة باجة بشكل خاص ولمنطقة فريقة بصفة عامة. نعم، هذا إذن سر الاهتمام اليوم بهذا الجامع. نبدأ من البداية، وين موجود الجامع بالضبط، الموقع متاعه؟ الجامع هذايا يتجد معناها في مدينة باجة في مسافة ما يسماش بعيد شوية معناها على الجامع الكبير. طبعا حلو معناها نبدو فيه معناها بشوية وقتاش تبنيها وعليش تبنيها، وطبعا حددوا المسافة بالضبط اللي تحدث عن الجامع الكبير وعلى السور المدينة. نعم. الميزة الأساسية لجامع الباي مقارنة بالجامع العتيق كونه عندنا الوثائق، سواء الوثائق التاريخية ولا الوثائق الأرشيفية. خاطر هو يعود للفترة الحديثة. الوثائق الأرشيفية موجودة اللي كانت مش موجودة بالنسبة للجامع العتيق ولا الجامع الكبير. يعني عندنا وثائق دقيقة، وثائق دقيقة معناها تاريخية وأرشيفية. نعم، يعني المعلومات التاريخية عليه واضحة ودقيقة وموجودة. واضحة ودقيقة. نعم. مؤسس هذا رغم ثم شوية اختلاف ما بين ابن عبديات وحسين خوجة بدينار، لكن الأغلب معناها الجامع هذا البني هو مراد باي الثاني، وهو ثالث البيات المراديين اللي حكم في فترة الممتدة بين 1076 1086 هجري موافق ل 1666
تتفق أغلب المصادر العثمانية على أن مؤسس هذا الجامع هو مراد باي الثاني. يعني فهمنا توا سر التسمية ربما. الأحكام معناها تونس ما بين 1666 1675. من أقدم الإشارات حول هذا الجامع وردت لدى ابن أبي دينار اللي عنده الكتاب نتاعه المؤنس في أخبار أفريقية وتونس. اش يقول؟ ومن محاسنه على مراد باي الثاني هذا رحمه الله إنشاؤه مسجدا لبلد باجة من أحسن المساجد، وجعل إمامه من الطائفة الحنفية وأوقف عليه ما يحتاج إليه. دونك بني الجامع إذن بأمر من مراد باي خارج السور، مش كما الجامع الكبير. الجامع الكبير القبل نتاعه مربوطة في جدار السور، هذا تبناه خارج السور في نقطة التقاء محورية لأهم المسالك والطرقات الرابطة بين المدينة العتيقة بمختلف هياكلها المعمارية التي كان يحيط بها السور من كل جوانبها، والرباط الجوفي ثاني أرباط المدينة الذي يعرف أيضا بتسمية رباط عين شمس، والرباط الشرقي المعروف حاليا بحومة الجرابة. دونك هو لهنا موجود بين السور وبين الحوم الجديدة هذه، واللي هي تمثل الامتداد والتوسعة تاع المجال الحضري والنسيج الحضري نتاع مدينة باجة من الفترة الوسيطة والفترة الحديثة، خاطر التوسع والتطور نتاع المجال هذا باش يكون بالأساس في الفترة الحديثة. والأمر هذا تأكد وثيقة حبسية، أنا وثيقة حبس ما نعرفش المستمعين يفهموها ولا لا. وثائق التحديث هي كانت موجودة معناها في البلاد التونسية معناها في الفترة العثمانية وحتى قبلها من الحبس الخاص والحبس العام. وثيقة تحبس مثلا عقار حمام ولا أرض ولا كذا لا تباع ولا تشترى، تستغل معناها الريع نتاعها الكراء نتاعها ولا هذا لفائدة منشأة دينية منشأة مائية أعمال خيرية إلى غير ذلك. دونك الباي هذا معناها وقت بناء الجامع حدد له مجموعة من العقارات اللي محبس على الجامع هذا المصاريف نتاعها للمؤذن نتاعها للأئمة نتاعها للناس اللي يقروا فيه إلى غير ذلك. فالوثيقة الحبسية هذه موجودة بدفتر أوقاف المراديين والمحفوظة بأرشيف أملاك الدولة والمؤرخة بأواسط شهر شعبان من سنة 1085 هجري الموافق في 1674 ميلادي. تاريخ توقيع النص التحديث الأصلي ثم وقع تجديد معناها النص هذايا ايش يأكد الوثيقة على أن باني هذا المعلم هو مراد باي الثاني. تحدد لنا بالضبط معناها العقارات الموجودة معناها استغلالها في المصاريف نتاع الجامع. من أبرز الأملاك هذه ثم فندقين كائنين قرب سوق الغزل يحتوي كل منهما على 12 حانوت لصناعة الحاتم، كما وقع تحديث دار تتكون من 5 بيوت وطابق علوي والكائنة بالرباط القبلي خارج باب السوق، إضافة إلى فندق آخر بنفس الرباط المذكور. دونك العقارات هذه شكل من أشكال معناها الأموال التي ترصد لهذه المعالم معناها في مدينة باجة ولا في غيرها من المدن، هي من العادات ومن التقاليد الموجودة معناها في الفترة الإسلامية وخاصة في الفترة العثمانية. كيف فهمنا إذن النشأة؟ لكن الجامع نتاع البي هذا مش يتميز بميزة أخرى. الميزة الأخرى كونه معناها وظيفة الجامع مدرسة. نعم. وهذا باش يخلي الجامع نتاع البي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر أهمية من ناحية الدور نتاعو، الدور الديني للعبادة وإلى غير ذلك، لكن أيضا في الدور التعليمي. نعم. ولهنا وهذا اللي باش يخلي باجة راهو مدينة باجة راهي منطقة معناها مدينة محورية هامة في الشمال الغربي ولا في منطقة فريقة يسموها كل خاطر فريقة يسمونه فريقة، راهو ماهيش في باجة فقط، هي باجة جندوبة سليانة كيف جزء كبير من كيف وجزء كبير من سليانة وولاية باجة اللي يسموها تو وولاية جندوبة
نعم. هذا اللي باش نجيوه سي الأمجد باش نحكيو على الأدوار والمهمات اللي كان يطلع بها الجامع، بالإضافة إلى المعالم الدينية اللي كانت موجودة وقتها بين الجامع الكبير والعلاقات اللي كانت في الفترة هذيك. ولكن خلينا نتعرف عليه هو الجامع كمكونات معمارية، كهيكل، كنشأة، كي أول ما تبناه كيفاش كان، بعد هل طرأت عليه تغييرات في الفترات التاريخية اللي من بعد. احنا هاو فهمنا توا سر التسمية انه هو راجع للمنشأ متاعه اللي هو البي مراد باي الثاني، ربما اخذ التسمية من المؤسس متاعه. توا نتعرف عليه. صحيح. وبعد اللي بناه المدرسة اللي ولد تابعاته هو ولد مراد باي الثاني، هو محمد باي، هو ولد مراد باي الثاني اللي عمل المدرسة، ولا مركب ديني معناها متكامل. نعم. كي نمشوا معناها المعلم هذا بطبيعة الحال، تو نشوفوا الميزة المرة اللي فاتت معناها تحدثنا على الجامع الكبير، وعلاش نقولوا الجامع الكبير والجامع العتيق، هو لمقارنة بالجامع هذا بجامع البي، اللي جامع البي اللي في بعض الوثائق نسموه الجامع الجديد، معناها عكس الجامع العتيق اللي هو الجامع الكبير. الجامع الحنفي يسموه الجامع الصغير. هذوما التسميات الاخرين معناها جوز تسميات زعما الجامع العتيق والجامع الكبير والجامع كذا هو الجامع المالكي، والجامع الجديد والجامع الصغير والجامع الحنفي الجامع البي. دونك معناها من حيث التسمية دونك المساحة نتاعها باش تكون بالضرورة أصغر من المساحة نتاع الجامع العتيق. هذا في البناء نتاعه الأول بطبيعة الحال. أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن المساحة الأولى التي كان يمتد عليها الجامع قبل عملية التوسعة كانت تقدر ب 847 متر مربع، إذ كان ذا شكل مستطيل بقياسات 22 على 38.5 متر، موزعة بين بيت الصلاة والصحن على النحو التالي: 352 متر مربع لبيت الصلاة أي 22 على 16 متر، و316 متر مربع للصحن أي 18.9 على 16.7 متر. أما باقي المساحة فموزعة على بقية المرافق التابعة للجامع. الجامع هذا إذن المساحة الجملية نتاعه 847 متر مربع، مقسمة ما بين الصحن وبيت الصلاة. الجامع هذا جديد ما يبعدش معناها برشا على الجامع العتيق، بدل 100 متر فقط. ولهنا الأهمية نتاعه. المعلم هذا يشهد توسع وتجديد والصيانة في فترات زمنية مختلفة، اللي خلت المساحة نتاعه من 847 متر مربع تتولي 1245، معناها براسك الدوبل. المساحة هذه من جد تتوزع هذه المساحة على النحو التالي: 710 متر مربع لبيت الصلاة، و506 للصحن اللي كانوا معناها في حدود 352 و 316 بشوي 710 و506. المرافق هذه موزعة بين المئذنة وبقية المرافق الخدمية التابعة للمعلم، وقد وقعت عملية التوسعة على بعض المرافق القديمة مثل أي كتاب، دار الإمام، الميضة القديمة جزءها من مدرسة محمد باي. معناها المدرسة اللي حكينا عليها اللي بناها محمد باي جزء كبير منها، الميضة القديمة نتاعها برشا أشياء معناها من المكونات نتاع المعلم القديم، وقعت التوسعة نتاعها لصالح الجامع الجديد. الحاجة المهمة، الجامع هذا في المظهر الخارجي نتاعه لا توجد فيه مظاهر للزخرفة والزينة التي هي الميزة الأساسية نتاع الجوامع المبنية على الطراز العثماني. الجوامع العثمانية في القاعدة الأساسية الكوسية الموجودة في مدينة تونس ولا في تركيا ولا غيرها تتميز معناها برشا زينة البري. الجامع على ذا لا، أنا هو تبناه في الفترة العثمانية من طرف معناها الباي مراد على لكن ما فيش المظاهر نتاع الزينة اللي تتميز بها الجوامع التركية، كما أن توزع مكوناته لم يكن متطابقا مع مميزات الجوامع التركية. كيفاش؟ إذ وقع الاستغناء عن الصومعة المتمنة والصحن الذي يحيط ببيت الصلاة من جهاتها الشرقية والشمالية والغربية التي تعطي شكل الحرف اللاتيني
ويبدو أنه بني على شاكلة المساجد المجاورة مثل جامع أحمد الجزار والجامع الكبير. إيش معناه؟ معناها الجامع هذا هو جامع بني في الفترة العثمانية، نقولوا معناها بصفة عامة في الطراز التركي، لكن لا، في الواقع في الحقيقة هو جامع تبناه معناها في الفترة العثمانية، لكن وفق مع الهندسة المعمارية المتعارف عليها بإفريقية خلال العصر الوسيط، اللي نشوفوها في جامع عقبة بن نافع وجامع الزيتونة اللي هم المعلمين الأساسيين، واللي طبقت في الجامع العتيق نتاع باجة، واللي باش تطبق في جامع البيت. دونك العثمانيين عملوا جامع للطائفة العثمانية نتاعهم للطائفة الحنفية، لكن مش وفق الطراز التركي، لا، هو وفق الطراز المالكي المعروف في جامع عقبة وجامع الزيتونة والجامع العتيق. نعم. واللي نشوفوها بالأساس خاصة من المأذنة اللي هي مربعة في الشكل، ومن الصحن، خاطر في الجوامع التركية الصحن يكون داير معناها من 3 جهات بيت الصلاة، يعطي شكل الحرف اللاتيني إي. في حين في الطراز المعروف نتاع جامع عقبة ونتاع كذا هو نصين، الجزء الشمالي الصحن والجزء الجنوبي بيت الصلاة. هذا الهدف الرئيسي للبناء الجامع سي لمجد، هو نشر المذهب الحنفي، المحافظة عليه، المنظومة الفقهية اللي كانت موجودة في الوقت هذاك وتدريسها. هذا الكل معناها فماش خصوصيات معمارية تثبت في داخل الجامع مقارنة بالمذهب المالكي اللي كان منتشر في تونس وقتها. السؤال جيد، معناها السؤال جيد معناها جدا. هو المعلم هذا كتبناه هو للطائفة الحنفية، وهو معناها اللي باش يقروا فيه معناها الأموال اللي تصرف على الأئمة ولا على الخطباء ولا على المدرسين اللي كانوا يدرسوا في الجامع، معناها الشهرية نتاعهم من الدولة العثمانية، معناها من سلطة البيات، معناها الممثلة بطبيعة الحال في ولاية إفريقية في إيال تونس. لكن مش معناها هذا ما عندهاش علاقة بالطراز معناها المعماري نتاع الجامع. صحيح الجامع تبناه باش يدرس المذهب الحنفي، خاطر المالكيين يقروا في الجامع الكبير في الجامع العتيق، لكن على مستوى الشكل الهندسي والبنائي كذا ما ثماش حتى فارق كبير بين الجامع العتيق والجامع الكبير. حتى في المساحة وقعت التوسعة بتاعها باش يولوا في نفس المساحة. لكن من الناحية الهندسية من الناحية المعمارية ثم شوية نشوفوها داخل في الجامع. لكن في المظهر الخارجي في المظهر العام ما ثماش حاجة كبيرة نجم نميز نقولوا هذا ميزة نتاع المساجد الحنفية معناها مقارنة بالمساجد المالكية، ونشوفوها داخل في المنبر ولا في المحراب بعض الخصوصيات الدقيقة فقط. نعم. لكن بصفة عامة ابقاء الجامع هذايا يتكون من البلاطات المتعامدة مع جدار المحراب، التقاء البلاط الوسطى مع البلاط الموازية لجدار المحراب تعطينا شكل الحرف اللاتيني تي اللي هي يسموه المخطط البازيليكي اللي موجود في جامع عقبة بن نافع، في جامع الزيتونة، في الجامع العتيق. نعم. ندخلوا إذن للجامع سي لمجد. ندخلوا للجامع. الدخول هو كيفاش؟ معناها من باب واحد، فما أبواب متفرقة للدخول للجامع هذايا؟ هل تفتح على ربما فضاءات مختلفة؟ كيفاش الدخول للجامع؟ الجامع هذا يحتوي على 4 أبواب. 3 منها موجودة بالجهة الشرقية، وهي تفضي تباعا إلى السقيفة، الصحن، الكتاب، ثم إلى بيت الصلاة التي تحتل الجزء الجنوبي من المعبد. أما الباب الغربي الواقع بالجهة الغربية فهو يفضي مباشرة إلى الصحن. تتكون هذه المداخل معناها الأبواب هذه من أبواب خشبية، يتكون كل واحد منها من دفتين لا تحتويان على زخارف باستثناء المسامير ذات الرؤوس النصف كروية والموزعة على كامل مساحة الباب، وهي تأثيرات أندلسية بالأساس.
تواصل اعتماده في الأبواب التونسية. وقد كانت هذه الأبواب المستطيلة الشكل ذات أحجام متوسطة 1.25 على 2.5 متر، يحيط بكل باب إطار من الكذال، حجر الكذال، يطوق في مستوى الساقف والعضادتين. يتميز الباب الجنوبي الشرقي للمعلم وهو أقدمها ببعض العناصر الزخرفية، إذ يتوج بأعلى ساقفه بشمسية في شكل قوة، معناها كما الفتحة، قوة محمية بالحديد المسبك للإضاءة والتهوية. وقد وقعت حاليا عدة تغييرات على بقية الأبواب التي عوضت بأبواب حديدية مختلفة عن الأبواب الأصلية، معناها تغيرت الأبواب الموجودة تومس والمتاع البيبان العثمانية. كما وقعت تغييرات في وظائفها بسبب تغير بعض التنظيمات الداخلية للجامع وظهور مصلى نساء، ما كانش موجود قبل المصلى نتاع النساء. دونك الأربعة بيبان هذه هي في الأصل أبواب خشبية ما فيهاش زخارف، تو تنحت أغلب البيبان هذيك وعوضوها بيبان أخرى، إضافة لأنه في وقعة التوسعة نتاع الجامع برشا أشياء تغيرت في التنظيم الداخلي اللي كان موجود في الفترة العثمانية. لكن الأبواب هذه تبقى ديما كما شفناها في الجامع الكبير، كما في الجامع تفتح على المدينة وعلى بعض المعالم الأخرى واللي هي نشوفوها بعد شوية، معناها الحمامات. معناها ديما الجامع يفتح على السوق ويفتح على الحمام، ونحن نعرف في الحضارة العربية الإسلامية معناها الجامع والحمام هم من المعالم المهمة معناها في الحياة الحضارية، في الحياة الدينية. معناها الإنسان يمشي يوم الجمعة يمشي للحمام، ومن الحمام يمشي يصلي الجمعة. دونك الارتباط هذه بين الفضاءات معناها راهو مهم في المعلم هذايا وفي غيره من المعالم اللي موجودة معناها بالشمال الغربي. ثم بعض الخصوصيات الهندسية الأخرين اللي ما تعرضناش لهم. بطبيعة الحال نحن مازلنا بشوي مازلنا نمشي، نحاول نمشي معناها حسب الأسئلة متاعك. دونك بالنسبة للخصائص ربما الهندسية، بيت الصلاة هذه كانت ذات شكل مستطيل عرضي يكون عرضها أكبر من عمقها، مثل ما هو في أغلب المساجد التونسية، مثل جامع عقبة بن نافع وجامع الزيتونة بتونس وجامع كبير بصفاقس. يبلغ طول جدار القبلة 22 متر، في حين أن طول البلاطة الوسطى المتعامدة مع جدار القبلة يبلغ 16 متر. ركزي معي شوي. وكانت المساحة الجملية لبيت الصلاة كما ذكرت منذ حين 352 متر، أي حوالي 41.5% من مساحة المعلم. وبعد عملية الترميم والتوسعة أصبحت 710.5 متر، أي حوالي 56.6% من المساحة الجديدة للمعلم. فتجاوزت بذلك مساحة الصحن، وأصبحت بيت الصلاة ذات شكل طولي، أي أن طول البلاطات المتعامدة مع جدار القبلة أكبر من طول البلاطة الموازية لجدار المحراب. وأصبح فعلا تعامد البلاطة الوسطى مع البلاطة الموازية لجدار القبلة يعطي شكل الحرف اللاتيني تي. ما عرفت كفهمتني ولا لا؟ أي واضح بالكدا سي لمشت. كما أن التمييز بين الجزء القديم الممتد على الجزء الجنوبي من بيت الصلاة والجزء الجديد الممتد على الجزء الشمالي منها يمكن ملاحظته بسهولة، وذلك نظرا إلى اختلاف مواد بنائها وملامحها المعمارية، كما أن صف الدعامات المتوازية يفصل بين مجموعة السواري الاسطوانية الشكل المكونة لكل جزء من بيت الصلاة. معناه نشوفوا الشكل العام تاع بيت الصلاة كانت عندها تنظيم معين. في وقعة الإضافة والتوسعة نتاع الجامع ولت البلاطات طويلة برشا، ولكنها مش عددها كبير. مثلا العدد البلاطات هي 5 وزادت واحدة 6 بلاطات طولية متعامدة مع البلاطة الوسطى. البلاطة الوسطى هي موجودة في البلاطة عددها 3، باش تخلي 2 منا واثنين منا 4، وهي تكون في الوسط البلاطة الثالثة 5 بلاطات. لكن وقعت توسعة الجامع وزادوه بلاطة أخرى ثالثة باش يخلي المحراب ماهوش في الوسط الجامع بالضبط، انكليني شوي. إضافة البلاطات الطويلة هذه كي تدخل للجامع وتهز راسك للجامع ديريكت، تعرف ديريكت وحدك معنا حتى الإنسان العادي اللي هو ثم فيه دو نيفو.
معناها الجامع القديم والجامع الجديد اللي وقع التوسعه نتاعه، معناها من حيث معناها طريقه البناء نتاعها، من حيث الاعمده الموجوده، تلقى روحك في دو نيفو، نيفو قديم ونيفو جديد. تعرف معناها مباشره اللي الجامع راهو شهد عمليات توسعه. ف ترتكز معناها دونك هنا التنظيم هذايا مرتبط بعمليه التوسعه. بيت الصلاه هذه ترتكز على مجموعه من السواري الاستوانيه الشكل وعددها 17 ساريه و22 دعامه. وش معناها 17 ساريه و22 دعامه؟ الساريه هي العرض الدائري، والدعامه هي الكبيره اكبر من الساريه بشكل كبير. معناها كنشوفوا نحن مرات في الجوامع، بالاخص الجوامع القديمه، معناها بالاساس يبنوها بالمواد البناء المجلوبه من المعالم القديمه كما جامع عقبه وجامع الزيتون وحتى جامع العتيق بالسواري الرومانيه. السواري نتاع جامع الباي فيه سواري قديمه، فيه سواري تعود للعهد الحفصي، فيه سواري تعود للعهد العثماني، وفيه الدعامات خاطر ما عادش موجود السواري هذيك بشكل كبير، يولي يعملوا الدعامه وهي تسمى العرصه الكبيره برشا، ولو نسموها دعامه ما نسموهاش ساريه. متوازيه الاضلاع استخدمت للفصل والربط بين الجزئين القديم والجديد لبيت الصلاه، خاطر باش يربطوا ما بين البنيه القديمه والبنيه الجديده يلزمها حاجه مركزه بالكدا، باش يركزوها بطبيعه الحال باش تكون بالدعامات. وكذلك استعملت لتدعيم وتقويه جدار القبله والجدار الغربي والجدار الشمالي للمعلم. أما السواري فقد توجت بمجموعة من التيجان المختلفة، إذ نجد التيجان التركية المتكونة من أوراق الأكانثا والمتوجة في الأعلى بشكل حلزوني بارز، واعتمدت بعمودي المحراب، وخمسة تيجان أخرى في المجاز أو الأسكوب الموازي لجدار القبلة، وبقية التيجان هي من التيجان الحفصية والمستعملة أيضا في الجزء القديم من بيت الصلاة. وتتوج هذه التيجان بمجموعة من العقود نصف دائرية المترابطة ببعضها البعض بواسطة أربطة حديدية وخشبية تسمى بالوترات أو القطاين، كما ساهمت في تنظيم البائكات المتوازية والمتعامدة مع جدار القبلة. الميزة الأساسية إذن في التيجان هذه والعقود هذه هي تيجان حفصية وعثمانية. هنا هو التسلسل بين الفترتين الوسيطة والحديثة، وهذا علاش هيك خدمت الكتاب على مدينة باجة، ما خدمتش على الفترة اختصاصي تاريخ وسيط وآثار وسيط، وجبرت معناها باش نخدم حتى على الفترة الحديثة، لأنه المعالم بالأخص المعالم الإسلامية مربوطة ببعضها مرات بالفترات القديمة. معناها وجبرت معناها باش تتحدث على الفترة الوسيطة والفترة الحديثة، ومرات نرجع حتى الفترة القديمة. معناها في الآثار مرات الفصل بسعيد معناها يخليك ما تفهمش المعنى، تسلسل ضروري. الأساسية مثلا كنشوفوا الجامع الكبير نربطوا اكثر بين الفتره القديمه والفتره الاسلاميه، بين مواد البناء المجلوبه من المواقع القديمه وتحويلها كنا نسموه جامع سيدي عيسى يبني على انقاض كنيسه. جامع البي لا، فيه الموروث الحفصي والموروث العثماني. نعم. وهنا معناها الاهميه نتاع المعلم هذا، وهو اللي يعطي الثراء نتاع مدينه باجه، الثراء المعماري، الثراء الهندسي اللي فيه حقبات متتاليه. الكنز هذايا تاع جامع البي معناها مرات ربما المستمع يستمع لنا ونبدو نتحدثوا على خصوصيات ينجم يذيع شويه معناها وما يفهمش معناها التطورات نتاعها، لكن ما تفهم الاهميه نتاع الجامع هذا الا ما نضعوه في الاطار الزمني نتاعه، في الاطار الحضاري تاع المجال المعماري نتاعه، ونقارنوه بالتوسعات نتاع المدينه في حد ذاتها في الوظائف نتاع الجامع هذاك. ولماذا بني هذا الجامع؟ بما انه موجود جامع اخر ما يبعدش عليه 100 متر. نعم هذا هو، لانه مرتبط بتطور فكري، بتطور ثقافي، بتطور معناها حضاري معناها كبير. نعم. وهذا لهنا يخلي الاهميه نتاع المعلم هذا. دونك الجامع للبي ما نجموش نفهموه من غير ما نفهموا الجامع الكبير، والجامع الكبير ما نجموش نفهموه من غير ما نفهموا جامع البي، والجوامع هذا الكل ما نجموش نفهموهم في اطار علاقتهم من باب العين وبالجامع نتاع بالحمام نتاع باب العين
حمام ابي صندل والحمام الجديد. انا حتى في الحمامات ثم حمام جديد سمي حمام جديد بالنظر للجامع الجديد اللي هو جامع الحنفي، واللي هو والحمام ابي صندل اللي هو الحمام القديم حمام باب العين مرتبط اكثر بالجامع العتيق. فدوك المعالم هي مترابطه ومتداخله ومتشابكه مثل اللوحه الفنيه. نعم، نبدأ بشوي بشوي. احنا حكينا عليه كهندسة كمعمار بالتفصيل وفصلت في هذا وتحدثت على خصوصياته سي أمجد. تو نرجع شوي للأدوار احنا كنا تعرضنا لها وانفتاح هذا الجامع على المعالم المحيطة به. نبدأ بالأدوار اللي اطلع بها وفي علاقاته ربما بالمعالم الدينية اللي هي موجودة في الفترة هذيك من بينها الجامع الكبير وانت تعرضت له في حديثك سي أمجد، ولكن الآن تو باش نركزوا على هذه الأدوار اللي اطلع بها منذ نشأته. هذا الجامع الحنفي، جامع الباي، مهما تعددت التسميات أكيد هي مهمته كانت عندها علاقة كبيرة بالمذهب الحنفي للناس اللي كانوا يعتنقوا المذهب هذاك في الفترة اللي تبنى فيها الجامع. دونك المعلم هذايا الوظائف كما ذكرت وتفضلتي انت بالذكر، معناها المعلم هذايا في الأصل هو بني للطائفة الحنفية، لكن هذا لا يعني بأن معناها الجامع هذايا معناها مغلق أو معناها في وجه الأهالي باجة. لا، معناها الجامع هذايا صحيح هو بني للطائفة الحنفية اللي يخدموا فيه معناها عندنا بالوثائق الأرشيفية معناها تحددها السلطة العثمانية، معناها شكون الإمام متاعها، شكون الإمام الخمس، شكون المؤذن، لكن معناها مفتوح معناها للتدريس، معناها يدرسوا فيه صحيح المذهب الحنفي، لكن مش معناها فضاء مغلق، لا هو فضاء مفتوح. والحضارة العربية الإسلامية في الفترة العثمانية وحتى في الفترة السابقة نتاعها ما كانش إشكال كبير معناها في ثم تنافس صحيح بين المذهب المالكي والمذهب الحنفي، لكن من حيث المنتوج العلمي والانفتاح على المدينة كان معناها موجود خصوصا في هذا الجامع ولا في الجامع الكبير. يعني ما كانش فما صراعات ربما في الفترة هذيك، كان فما تعايش بين المذهبين. معناها باش نقول لك معناها مثلا حكاية الصراعات هذه معناها حاسب معناها الوثائق المتوفرة، الوثائق الأرشيفية من حيث الزينة متاعها، من حيث الواحد ما تمش هو التداخل. هو اسمه جامع حنفي ومخصص للطائفة الحنفية، لكن البناء متاعها الطراز متاعها هو بنسبة كبيرة طراز مالكي. نسبة كبيرة طراز مالكي. أنا جزت مثلا الخصوصيات شوية، مثلا المحراب مثلا نتاع الجامع هذا مشتمل من المحاريب اللي موجودة في الجوامع المالكية. المحراب في الجوامع المالكية يكون مع المحراب خشبي معناه متنقل يدخلوه ويخرجوه. في الجامع الحنفي يكون ثابت مبني. مش مع المنبر عفوا معناه خلت المنبر معناه في الجامع المالكي يكون منبر متحرك يخرجوه ويدخلوه. المنبر في الجامع الحنفي هو المنبر معناها ثابت. الزخارف اللي موجودة في المحراب كما نشوفوها في الجوامع المالكية براسة هي نفسها مع اللي موجودة في الجوامع الحنفية، لكن بطبيعة الحال الخصوصيات الزخرفية تختلف من فترة لفترة. معناها في فترة مثلا جامع يوجد فيه الرخام برشا، في جامع آخر يوجد الزخرف المشبك، هذاك مرتبط بالتقنيات نتاع الزخرفة وبمواد البناء المتوفرة معناها في تلك الفترة. الدور نتاع الجامع هذايا دونك هو دور تعليمي وهو دور ديني، وفي نفس الوقت هو التوسعة نتاع الجامع في حد ذاته معناها من كان 315 ولا في حدود 714 أو أكثر شوية معناها كما الجامع الكبير. هو فيه دليل على التوسع نتاع الجامع هذايا
علاش؟ لانه زاد في عدد السكان معناها برشا اللي يصلوا، بالتالي كل سواء الجامع الكبير ولا الجامع الحنفي يولي العدد نتاع الناس المصلين واللي هم مش بالضروره لا حنفيين لا حتى شيء، باجيين عادي مالكيين لكنهم يصلوا في الجامع هذاك. فدونك اللي هنا ولوا زوج معالم كبار اللي هم معناها تصير فيهم معناها الصلاة وخاصة صلاة الجمعة. علاش؟ لأنه هذه ملاحظة معناها ذكرتها معناها من قبل في المدن الإسلامية معناها كبيرة ديما ما نلقوش برشا جوامع كبار ونلقوا ثم الجوامع الصغار. مدينة باجة هي مش من المدن الكبيرة، هي من المدن المتوسطة الحجم. وجود الجامعين هذاما الجامع الكبير والجامع الحنفي هم ركائز أساسية للحياة الدينية والحياة الثقافية والحياة التعليمية بصفة عامة بطبيعة الحال، إضافة للدور العادي نتاع التعبد معناها سواء في الأيام العادية ولا في المناسبات نتاع يوم الجمعة ولا في الأعياد إلى غير ذلك. الوظيفة نتاع الجامع هذا يقول القائل هاو تبني قريب معناها من الجامع الكبير وهاو تبني براسك مش بعيد عليه برشا في نفس الفضاء، لأن المدينة بحد ذاتها توسعت وعدد السكان نتاعها تزايد. صحيح هو استبناء في البداية كغرض للفئة معناها الحنفية التركية، لكن الفئة الحنفية التركية هي في حد ذاتها معناها بالنسبة لهذه خصوصية البلاد التونسية معناها اندمجت في المجتمع معناها، والعائلات الموجودة في مدينة باجة فيها ذات الأصول العثمانية وفيها ذات الأصول العربية وفيها ذات الأصول البربرية معناها، واللي تعلمت وتدربت معناها واندمجت مع بعضها البعض بقطع النظر على الانتماء المالكي أو الحنفي. نعم. دونك بقى في الظاهر معناها هذا جامع حنفي مخصص للطائفة الحنفية وهذا جامع عتيق للمالكيين، لكن في الواقع لا، في الواقع هم جوامع مفتوحة للتعليم وللتعلم وللعبادة. نعم. وهو فضاء تجد وتوسع بالتوازي مع اتساع المجال الحضري والمعماري لمدينة باجة خلال الفترة الحديثة. نعم. ما تمش معناها حتى أدنى معناها شك في الانفتاح وفي التواصل نتاع المعالم هذه مع بعضها البعض خلال الفترة الحديثة ووصولا حتى للفترة المعاصرة. الجوامع هذه راهي هي نقطة معناها نتاع التقاء، نقطة نتاع معناها علم، واللي باش يخلي معناها النتيجة نتاعنا أنا يخصص في الجزء هذايا في الكتاب هذايا جزء على الدور الثقافي. نعم. الدور الثقافي اللي عدد كبير من العلماء اللي يجوا من بلايص أخرى حتى في الفترة العواسيط حتى من الأندلس ومن القيروات ومن مدينة تونس يجوا لباجة، وثم من باجة يمشوا معناها للأندلس ويمشوا لمدينة تونس. وسيدي إبراهيم الرياحي اللي هو كان معناها اللي تو المقام نتاعه في مدينة تونس هو من أصوله وجذوره معناها من باجة، عائلة القلشاني، عائلة وغيرهم معناها القلصادي وغيرها، خصوصا من علماء معناها في العلم الصحيح ولا العلماء معناها في الجانب الفقهي، عدد كبير مهول كبير متخرج من الجامع الكبير هذايا ومتخرج من الجامع الحنفي اللي نحن بصدد معناها الحديث عنه، واللي هو كنز من الكنوز الدينية التي تحظى بها معناها مدينة باجة والشمال منطقة إفريقيا بصفة عامة. وهذا علاش راهو المعالم هذه معناها تكتنز تاريخ، تكتنز حضارة، تكتنز معناها وكأن معناها راهو كنا في فترة معناها في الفترة العثمانية رغم ما فيها معناها من ربما تقلبات إلى غير ذلك، لكن تبقى معناها من الفترات المهمة في تاريخنا واللي كان فيه إنتاج معناها حضاري، إنتاج ثقافي كبير معناها. والكنز هذايا معناها جامع البي هو أحد الأدلة المؤكدة على الثراء المعماري وخاصة الثراء الثقافي. المنتوج العلمي كان كبير، كان كبير برشا، وكانت معناها من بعض الأحيان معناها بعض الزملاء يقول لك أنت يمكن من جندوبة وتحكي كان على باجة. لا، نحكي على جندوبة ونحكي على كاف ونحكي على تبيان ونحكي على باجة، لكن بطبيعة الحال ربما بسبب التخصص
معناها كان برشا الباجة، لأن الباجة هي كانت المدينة المحورية في منطقة تقريبا من الفترة الوسيطة إلى الفترة الحديثة، باش تنافسها مدينة شقبة النارية كيف شوية ولا الأربس ولا أبا، لكن باش تبقى مدينة باجة هي القلب النابض تاع كورة كبيرة معناها ممتدة مجاليا معناها في منطقة معناها الشمال الغربي. والكنوز هذه معناها مدام هي متداخلة ومترابطة ومتشابكة مع بعض البعض، ولا يمكن أن نفهم معناها كنز من هذه الكنوز دون وضعه في إطاره المكاني والزماني. جامع هو الباهي هو معناها بالحق من اللي فهمنا منك سي الأمجد انه هو يعني يبين لك كالتعايش كما نقولوا السمح المزيان بين المذاهب، كيفاش كانت الناس يعني ما فهماش هذا جامع الحنفيين وحده وهذا جامع الملكيين وحده، يعني هذه المعالم الدينية كانت تجمعهم، وكانت الروح الدينية المتسامحة كانت تلمهم الناس الكل في حلقات تعليمية وفترات ذهبية شهدها الجامع هذا وأيضا الجامع الكبير. احنا تحدثنا شوية في علاقة بين الزوج جوامع هذوما. معناها التونسي بصفة عامة ومش تدخلني مادام معناها التونسي معناها انطلاقا من جامع عقبة معناها الجامع عقبة، واللي معناها النموذج نتاعها هو الجامع الكبير نتاع باجة ولا الجامع الحنفي. معناها كان جامع عقبة كان فضاء تتلاقي فيه المشارب الفقهية الكل، من المعتزلة للشيعة الخوارج المالكيين الحنفيين، أخي سحنون بن سعيد وأسد بن الفرات كانوا متنافسين، لكن متنافسين من الناحية العلمية، لكن في الناحية الثقافية والعلمية كان ثراء كبير. نفس الشيء معناها جامع البي وجامع العتيق متاع باجة هم كانوا منارتين علميتين مهمتين معناها في المدينة هذه وفي الشمال الغربي كله. معناها الثقافة نتاع التونسي هي ثقافة التسامح، هي ثقافة التواصل، هي ثقافة التناظر الفكري. نعم. وجامع هذا يعني دليل ما كانش منغلق على الناس اللي كانوا يعتنقوا المذهب الحنفي، كان منفتح على المعالم الدينية أخرى، وأيضا منفتح على محيطه. هذا أشرت لي وقت تحدث على الأبواب المادي الحضري، ومنفتح على المحيط الثقافي. نعم. يبني لك معناها حتى من الطراز المعماري يبني لك الجامع هو حنفي يبني على الطراز المالكي. معناها ما عندناش حتى اختلاف. والأبواب اللي تنفتح على هالمحيط اللي داير بيه واللي كانوا في علاقة ببعضهم، يعني هذا زاد جانب مهم لازمنا نركزوا عليه ونتحدثوا فيه في إطار الحياة ربما الاجتماعية اللي كانت موجودة في الفترات هذيك، في فترات بناء الجامع النشأة متاعه ومن بعد، والفترات اللي عاشها الجامع ما كانش منغلق على نفسه على الناس اللي كانوا يرتدوا، كان منفتح حتى على المحيط اللي داير بيه، وهذا مهم جدا. المحيط اللي داير بيه من باب الزنايد حتى باب السبع يتعدم هذه اللي هو السمات الأعظم، مقصود السمات في الحضارة العربية في المدينة العربية هو الشارع التجاري الكبير من باب الزنايد للباب السبعة. معناها هذا يمر بجنب الجامع، وهذا يكون صوره بالنسبة للجامع الكبير ولا الجامع البي. معناها كيف معناها الجامع هو في قلب الحياة. معناها المدينة العربية كانت محاطة معناها اللي يسموها المدينة الدائرية اللي تفتح على بعضها البعض، معناها بالمعالم نتاعها الدينية المدنية الإدارية الثقافية، هي في حلقة دائرية صحيح ما عندهاش الشكل الشطرنجي، لكن هي متداخلة ومتناغمة وفق منظومة فكرية معينة. معناها تطورت معناها من الفترة الوسيطة حتى إلى الفترة الحديثة، وهي منفتحة على بعضها البعض. معناها الإنسان يمشي للسوق باش يقطعني ما نعرفش كذا، يمشي للحمام ويمشي للجامع. وثم عندك بعد في الفترة العثمانية ولت عندنا الفندق وعندنا المقهى. الفندق والمقهى، الفندق هي الناس اللي معناها اللي يسمون احنا الأوتيل. تو الفندق معناها للزائرين، والزائرين هذاك معناها يقع الفندق ديما اغلب معناها الفنادق تكون قريبه مثلا في المدينه هذه، وقريبه من المرافق الكبيره نتاعها اللي هو الجامع واللي هو الحمام واللي هو السوق. معناها الفضاء الكل. وعلاش
المدينة العربية معناها تنبض حياة معناها هي مرتبطة وبالابواب نتاعها ومسكره على الابواب نتاعها تكون برشا 4 ولا 5 ولا حتى 7 بيبان داخل السور هذاك، لكن في السور هذاك ثم فتحات وثم تقاطعات وثم ارتباطات بين مختلف المعالم لتجعل معناها من ذلك السور ينبض حياة داخل تلك المدينة، واللي هي معناها ما نجموش معناها في مدينة باجة ولا مدينة الكيف ولا مدينة القيروان ولا مدينة الساقط ولا مدينة المدن العربية الإسلامية العتيقة اللي موجودة توا، كلها معناها عندها نفس معناها النمط المعماري والعلاقة اللي متفاعلة معناها مع بعضها، هي حية ماهوش معناها ونحن نقولوا المدينة الأوروبية كالتخطيط الشطرنجي ومقسمة وشارع كبير وشارع صغير. المدينة العربية الإسلامية في مدينة باجة هي عندها نظامها الخاص اللي مرتبط بالمعالم نتاعها هذاما اللي هم يأسسوا للحياة نتاعها وللعلاقات الاجتماعية اللي مفتوحة. معناها لهنا راهو الجامع ديما نذكر هنا الجامع والحمام والسوق هم في ترابط متواصل ليلا نهارا. إلى أي مدى ربما بقاها الجامع هذايا بترابطه وانفتاحه على المعالم اللي دايرة به الفترات الذهبية اللي قاعدين نتحدثوا عليها؟ احنا نتحدثوا على جامع في الأوج متاعه يقوم بوظيفة تعليمية بوظيفة ثقافية بوظيفة علمية، الفترة هذه حتى الوقتش تواصلت سي لمجد؟ الفترة هذه تواصلت الحقيقة معناها حتى للفترة الاستعمارية. معناها كي دخل الاستعمار معناها تغيرت معناها برشا اشياء، باش يبقى بطبيعه الحال الجامع الكبير والجامع الحنفي هذاما انا عندهم الوظائف نتاعهم الدينيه والثقافيه العامه، لكن الدور التعليمي بطبيعه الحال نتيجه تطور التعليم وظهور المدارس العصريه والى غير ذلك باش يقل بطبيعه الحال الدور التعليمي نتاع المعالم هذه، لكن دورهم في تنظيم المجال الحضري نتاع المدينة هذه موجود، دورهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لمدينة باجة معناها مهم. يبقى كنز من الكنوز نتاعنا معناها الجامعة هذه سواء الجامع الكبير ولا الجامع الحنفي يظل من أهم الكنوز التراثية اللي تفخر بها المنطقة نتاعنا واللي لازمنا معناها نحافظوا عليه، مش لأن تاريخ فقط، هو لأن حياة، هو لأن مستقبل، هو لأن معناها هوية ثقافية معناها تأكد معناها الالتحام نتاع الشخصية التونسية اللي هي شخصية معناها متنوعة. راهو تونس هي رغم مساحتها صغيرة لكن هي بلد التنوع منذ معناها فجر التاريخ والى يوم الناس، هذه هي بلد التنوع وبلد معناها التعاطف والتداخل والتشابك، لان من اختصاص معناها في الفن الاسلامي ثم ميزه اساسيه هي التشابك والتداخل في الزخارف، واللي هو هذايا ميزه اساسيه نتاع التونسي بحد ذاته. وانت التونسي تشبيه معناها تبيه هو مزيج نتاع برشا اشياء، ما تنجمش تحط التونسي في قالب واحد انت هكا ولا هكا، لا، التونسي هو فيه العتيق وفيه العصري وفيه فيه القديم وفيه الجديد. نعم، يعني البجية اللي صليوا توا سي لمجد ويسمعوا فيك تو تتحدثي اللي صليوا في جامع البيت تو، يعني كي يشوفوه يفهموا اللي ثم جزء معناها قديم العتيق وفما الجزء اللي تم تحديثه، فما هكا التمازج موجود. هل تم الحفاظ ربما على جمالية التمازج بين الجزئين؟ هل فما هينات ربما تشوفها انت سي لمجد وتعيب مثلا عليهم انهم غيروا في الخصوصيات نتاعو؟ هي في السلوكات نتاعنا تو. نعم، هو الجامع تدخل له تو مثلا ما تعرفش انت حد تعرفش باجي خلاص ومشيت تدخل مش تصلي في كذا، من تدخل الجامع تحط راسك الفوق تقول الجامع دايره شد زوج مراحل وحدك. إذا كانت تكون عندك شويه معناها ثقافه كيتريف
انا باش تقول الجامعه هذه مش فيها الشيء هذه مبنيه نوع وهذه نوع. اي واضح. دونك باش تعرف اللي هو معناها راهو شد عمليات تو. المعالم هذه الأهمية نتاعها هو في الحفاظ عليها، على نظافتها وعلى الصيانة نتاعها، خاطر ثم برشا المعالم تو نحن في المدينة العتيقة الكل وهذه الظاهرة هذه موجودة اللي أعمال الصيانة الحق ناقص، خصوصا بالنسبة للجامع الكبير ولا للجامع الحنفي ولا العديد المعالم الأخرى. معناها المعلم ما تحافظش عليه وما ما عرفش تعمل لها اعمال نتاع صيانه دوريه وكذا باش ينجم معناها باش يتهدد معناها وينجم يتاثر وينجم معناها يخل بالواحد نتاعه. الحاجه الاساسيه اللي نقولها معناها بالنسبه لنا نحن معناها في الشمال الغربي سواء في باجه ولا في جندوبه ولا في خير، الحاجه اللي تنقصنا هو كون عندنا الكنوز نتاعنا لكن نحن مش واعيين به. نعم. نحن مش عاطينها اهميه. يعني نمشي ندور في مدينه الكاف ولا في مدينه باجه ولا حتى في جندوبه رغم ان هي مدينه استعماريه. ما فيهاش معناها اشياء تعود للفتره الوسيطه ولا الفتره الحديثه. المشكله نتاعنا كوننا ماناش واعيين بالمجال والثراء وبالكنوز الموجوده نتاعنا. راهو لا قري في التاريخ وقري في الاثار. الثراء الموجود في الشمال الغربي في ناخذوها باجه جندوبه الكاف تبيانه ما هو موجود حتى منطقه اخرى من البلاد التونسيه فقط، ما باش تدخل للعالم. في البلاد التونسيه معناها الثراء التاريخي والحضاري والمعماري اللي من الفترات الكل من الفترات القديمه ونحن جايين حتى للفتره المعاصره ما نلقوهوش. الكنوز هذه معناها مرات تحبط وقت متعدى معناها خصوصا في مدينه باجه ولا في الكيف ولا في جندوبه ونشوف بعض المعالم قاعده تهدم بطريقه عشوائيه لا معناها بشكل فظيع جدا. ما فماش وعي باهميتها. ما فماش وعي حتى المعالم الاستعماريه المحطات نتاع الكيران كي نمشي نهبط في الكيف ونهبط معناها فكل بن علينا كي ونشوف البناءات المهدمه المعالم الاستعماريه اللي كنت تنجم تستغلها ومعناها ومعناها تستغلها في التراث نتاعك. ثمنها تتعدى معناها راهو الطرق السياحيه اللي موجوده نمشي من باجه البلاريجه الشمسو متحف شمسو اللي هو من احسن المتاحف العالميه اللي نحن في جنوبها ما نعرفوش بالكدا. نعم للاسف هو انه ما هوش واقع انه يفهموا انه التاريخ هذا بالحق موجود فك الحجاره هذيك نجموا نثمنوها نستغلوها نخدموا بها برشا. انا يقول لك في على كل 10 ولا 15 كيلومتر عندنا كنز. نعم هذاك وهنا معناها تقريبا انتهينا نوصل للحدود الجزائريه في غرديماو ونهبطوا بها حتى لساقية سيدي يوسف ونمشوا بها حتى للقنطره نتاع كسرى القديمه وكسرى الجديده. معناها في اللي تابعه مكتب معناها كنا في معناها مسالك سياحيه تاريخيه تراثيه كلها كنوز. نعم كنوز اثريه اضافه للكنوز اللي عطيها لنا ربي الكنوز الطبيعيه. نعم لكن المشكله انا ديما نقول المشكله فينا نحن. نعم في الاستغلال. المشكله فينا نحن وفي الوعي نتاعنا وفي عدم السعي عدم وجود المبادره معناها الاستغلال التراث هذايا والتعريف به وحسن معناها توظيفه حتى في الجانب التعليمي وفي الجانب التدريسي نتاعنا. نعم واحنا ساعتنا وفات سي لمجد واحنا نتحدثوا على كنز. شوف معناها بالحق كل ما ناخذوا كنز من الكنوز ساعه تقريبا ما تكفيش انا نكملوا نحكيوا عليه. ما تكفيش معناها اختزلت بعض اشياء معناها حول الجامعه هذه بحد ذاتها. الجامع البي اللي هو الجامع الصغير يقول القائل الجامع الكبير نتاع باجة عندنا فيه ساعه هذا الجامع الصغير نعدوا فيه نص ساعه. الجامع هذا نجموا نزيدوا فيه حتى حصتين وما نجموش ما نكملوش لانه معناها الجامعه هذا ولا غيره ديما يلزمنا نحطوه في الظرفيه نتاعنا. ديما الظرفيه كونتاكت بالنسبه للمؤرخين ديما الظرفيه التاريخيه تحطها في الظرفيه نتاعه وتحطها في الاطار المجال المعماري نتاعه وبعد نشوف هل نقرا نحن تو في وقتنا نحن نتاع تو وقت نتاع التكنولوجيا الحديثه والاتصالات وكذا هل نقرا قادرين باش نستثمروا وباش نوعوا بالكنوز نتاعنا هذه ولا لا. نعم وللاسف هذا هو
معناها دعوة من هناك مختص معناها في التاريخ والآثار إلى ضرورة العودة معناها إلى هذه المعالم، وضرورة توعية معناها المواطن بصفة عامة معناها المعالم هذه اللي هي معناها في الحقيقة معناها كنز ينجم يدر على المنطقة متاعنا وعلى البلاد متاعنا مداخيل إضافية هامة، وتنجم تعمل نقلة نوعية معناها في المجتمعات متاعنا باش تكون مناطق سياحية بالأساس معناها سياحية بامتياز. نعم، إن شاء الله يسمعونا. إن شاء الله احنا في كل أسبوع نوجه الدعوة للاهتمام كل مرة بكنز من كنوز الشمال الغربي. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سي لمجد دريدي، أستاذ تاريخ وآثار إسلامية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. شكرا على هذه الرحلة الجميلة جدا اللي خذيتنا فيها لجامع الباي بباجة، تعرفنا على تفاصيله وخصوصياته وميزاته وانفتاحه على المعالم اللي دايرة به. إن شاء الله في فرصة إذاعية أخرى ونقدموا أكيد ديما نحاولوا أن نقدموا كنوزنا في الشمال الغربي. شكرا جزيلا سي لمجد دريدي. احنا هكا نكون وصلنا لختام حصتنا معكم من برنامج كنوز، مع أجمل تحية زميلي منجي يشيرني في الهندسة التقنية، وتحياتي إلى اللقاء. كنوز. كنوز بإمضاء ضحى البكاري.